لو انت سايق عربيتك وداخل تحط فيها بنزين من اي بنزينة وطنية، بتلاقي دايما اتنين عساكر جيش واقفين بيفتشوا العربيات اللي داخلة. لو عسكري منهم قال لك كلمة ضايقتك او عمل حاجة ما عجبتكش وانت شديت معاه، هتلاقيه خدك راح مسلمك للشرطة العسكرية، والشرطة العسكرية حطتك قدام النيابة العسكرية، والنيابة العسكرية حطتك قدام المحكمة العسكرية، خدت الحكم التمام وقضيت الويك اند بتاعتك في السجن الحالي. تعال بقى لو انت في المانيا او امريكا او اي دولة من الدول المتقدمة، وهفك عقلك ورحت جايب جرينوف وداخل معسكر جيش، قتلت كل الجنود اللي فيه، ورحت جايب مولوتوف ولعت في المعسكر كله. لو انت فضلت عايش، القانون بيكفل ليك الحق ان الشرطه تيجي تاخدك وتحطك قدام مكتب المدعي العام اللي يحولك للمحكمه المدنيه وتاخد الحكم المناسب ليك، ولو ما عجبكش ليك حق الاستئناف والنقل. المحاكم العسكريه معموله علشان تحاكم ضباط وجنود الجيش وهم في الخدمه العسكريه لو عملوا حاجه غلط، زي مثلا هربوا من الجيش او خالفوا اوامر القاده او استخدموا السلاح استخدام خاطئ. كمان من اصل 190 دوله، 65 دولة بس هما اللي بيطبقوا المحاكمات العسكرية على العسكريين، أغلبهم أصلا مش بيطبقوها غير في وقت الحرب أو الأحكام العرفية. في 9 مارس 2011 تم فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، واتقبض على أكتر من 500 شاب وشابة وتحولوا لسين 28 اللي حصلت فيه واقعة كشوف العذرية مشهورة. ساعتها كونت حركة لا المحاكمات العسكرية للمدنيين من مجموعة نشطاء ومحامين حقوقيين وصحفيين، كل قضيتهم وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبسبب ده اتشتموا واتسحلوا واتسجنوا واتضربوا وتم اتهامهم بالخيانة، علشان بيطالبوا بحريتك انت، علشان لو حصل في يوم واتمسكت فيه سواء عملت حاجة او ما عملتش تقدر تدافع عن نفسك قدام قضاة مدنيين مش قدام شوية ضباط. فلو مش هتتضامن معاهم ما تشتمهمش. اشوفكم على خير.